ده بقى واحد من المتابعين بيقول أنا يوم لما مراتي كانت بتولد ابننا الأول أخدتها ورحنا بيها على المستشفى، ومراتي ساعتها طلبت مني أدخل معاها غرفة العمليات وما سيبهاش لوحدها عشان الدكتور قال إنها هتولد قيصري، يعني لازم يفتح بطنها. ولأن مراتي طول عمرها دلوعة عشان كانت وحيدة أمها وأبوها، كانت خايفة من فكرة الولادة القيصرية. دخلت معاها وشفتهم وهم بيولدوها وبيفتحوا بطنها عشان يطلعوا الجنين. أنا والله يا جماعة بقيت بقول للدكتور كفاية، أنا مش عايز عيال، حرام عليك. وهو يقول لي إيه يا أستاذ العبط ده؟ وكل ده ومراتي في عالم تاني ومش معانا أصلا عشان البنج اللي واخداه. ولما ولدوها وفاقت من البنج أول حاجة سألت عنها كان ابننا، وكانت مبسوطة وعمالة تحضنه، وأنا واقف جنبهم حاسس إني دخيل ومليش لازمة عشان ما تعبتش في الولد. بس أحلى حاجة إن مراتي اتحولت لأم ناضجة وعاقلة بعد ما كانت من شوية لسه طفلة، وبقيت أنا اللي بخدمهم في فترة النفاس بتاعتها، وأنا اللي بغير للبيبي، وبحاول أعمل أي حاجة فيها مجهود عشان بس أحس إني تعبت في الولد، مع إن مراتي هي اللي اتبهدلت وجسمها باظ عشان تجيب ابننا. فاشكروا أمهاتكم يا جماعة وقولوا لهم كلمة حلوة.